ايه اللي حصل؟ انت كنت بتتخانق ولا ايه؟ شاي وكمادات يا حماده. اوحش. امال ايه اللي حصل؟ جيت بالمترو. فين الكمادات؟ بص يا اكسلانس، المترو ده عالم موازي، ممكن يتعمل عليه سلسله افلام كده شبه عالم مارفل السينمائي. انا هبقى اول واحد يخشهم على فكره. مجتمع منغلق على ذاته، فيه الغني والفقير، القوي والضعيف، وفي ناس كمان عندها يعني قدرات خارقه ممكن تعتبرهم سوبر هيروز، مثلا زي الحاج اللي قومني عشان يقعد مكاني، وبعدين اول ما العربيه وقفت فتح سبرنتايه ولا اجدعها مبابي عشان يلحق السلم الكهرباء، او الحاجه فائقه الذكاء بقى اللي سابت عربيات الستات كلها وسابت كل الرجاله اللي في العربيه وجت وقفت قدام انا عشان تقعد مكاني. انا طبعا انا لو ما قمتش ابقى ابن عاق وما شفتش تربيه. العربيه كلها كانت بتاكلني بعينيها، بينتقصوا من رجولتي ونخوتي. البياعين دول بقى حوار تاني خالص، سيرك في قلب المترو. البياع من دول عنده قدرات مش عند اي حد عادي، يعني بيخش كده بالحزام بتاعه اللي عايز يبيعه لك ده، يعمل لك بيه عرض اكروبات. يا عم خلاص يا عم، مصدقك ان هو ما بيشققش، انزل بقى يا عم. ده غير بقى البياع اللي مراهن على امانه الركاب، هو بيخش فاهم يرمي بضاعته كده عليهم وبعدين بيروح يتغدى ان شاء الله ويرجع لهم تاني، ده لو لقاهم يعني. انا مش فاهم بصراحه اللي بيحصل، بس هو تقريبا المترو زي ما بيغير في سلوك الركاب بيغير في سلوك البياعين برضه، خلاه مستبيع بزياده شويه. ايوه يعني انت برضو ايه اللي حصل معاك في المترو؟ انا كنت متصربع ودخلت، وانا داخل العربيه خبطت في واحده من غير ما اقصد. بص حواليا لقيت عربيه الستات، افتكروني متحرش. اه